السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا أخبار مهمة النهارده عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على أي حاجة بنسأل الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تدعي لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. الخبر الأول معانا أخبار المصابين في النادي الأهلي، طبعًا أسامة أبو علي شعر بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة بورتو، واللاعب كان مصاب حاليًا، فهو طلع عشان كان مصاب، تمام. الخبر التاني معانا عندك مروان عطية عامل عملية الفتاج اللي هو المفروض أصلًا يعملها من سنة، وألف سلامة على مروان عطية إن شاء الله، ويقوم لنا بالسلامة إن شاء الله، تمام. وعندك إمام عاشور هيرجع للنادي الأهلي بعد قبل شهر من بداية الموسم الجديد، تمام. بنسبة 90% معسكر النادي الأهلي هيكون في أسبانيا، تمام. هيتم عمل مباراتين وديتين أو مباراة واحدة، هيتم الاتفاق مع خوسيه بيرو على مباراتين أو مباراة واحدة ودية، تمام. عندك الخبر التالت معانا أخبار الراحلين عن النادي الأهلي. عندك حسين الشحات، النادي الأهلي أخبر حسين الشحات اللي هو ووكيل أعماله اللي هو أخوه، إن هو يدرس العروض اللي جاية له حاليًا تمهيدًا للرحيل حسين الشحات، تمام. حسين الشحات يملك بعض العروض الخليجية وبعض العروض من الدوري المصري. فأعتقد إن حسين الشحات مش مكمّل معانا الموسم الجديد، ومحمد مجدي قفشة برضه النادي الأهلي يمهِّد لرحيله، بس اللاعب لا يملك أي عروض خليجية، فالنادي الأهلي بيسعى حاليًا لتسويق محمد مجدي قفشة أو على سبيل الإعارة، فمحمد مجدي قفشة احتمال كبير برضه نشوفه برضه خارج النادي الأهلي بداية الموسم الجديد، تمام. وعندك برضه يحيى عطية الله عقده انتهى مع النادي الأهلي، وحمدي فتحي عقده انتهى مع النادي الأهلي، وكل واحد منهم رجع فريقه القديم. طبعًا أبو علي يملك بعض العروض الخليجية والأمريكانية من الدوري الأمريكي. قيمة العرض وصلت ل7.000.000€، وفي احتمال في احتمال إن هي تزيد كمان ل11.000.000€. فوسام أبو علي ممكن يرحل عن النادي الأهلي، أنا شايف إن هو ما ينفعش وسام أبو علي يمشي، بس ده طبعًا دي سنة الحياة، واللاعب يملك عروض أوروبية وعروض خليجية، تمام. هنشوف الأيام الجاية هتقول لنا إيه. البدائل لوسام أبو علي في الدوري المصري عندك محمد شريف كان منتظر النادي الأهلي في فترة من قبل كده، والنادي الأهلي ما ردش عليه، واللاعب حاليًا في طريقه لنادي بيراميدز، فأعتقد محمد شريف بعيد جدًا عن النادي الأهلي. عندك الخيار التاني المحلي مصطفى محمد رافض إن هو يرجع الدوري المصري، واللاعب عايز يكمّل رحلته في أوروبا أيًا كان يلعب في أي فريق أوروبي، بس هو عايز يكمّل رحلته في أوروبا، فمصطفى محمد برضه بعيد. عندك مين المحل التالت أسامة فيصل. أسامة فيصل بيضغط على نادي البنك الأهلي للانتقال للأهلي، اللاعب مش عايز يكمّل مع البنك الأهلي وعايز ييجي الأهلي، والنادي الأهلي بيسعى حاليًا بقوة للتعاقد مع أسامة فيصل، بس النادي الأهلي مش حاطط بديل لوسام أبو علي مهاجم محلي، هو عايز مهاجم أجنبي، واحتمال كبير هيكون مهاجم فلسطيني، كمان المهاجم المعروض حاليًا على إدارة النادي الأهلي تعويض وسام هو ساليتش، تمام. المهاجم ده فلسطيني بيلعب في فريق درجة تالتة في الدوري الإنجليزي، كان بيلعب درجة تانية والفريق نزل درجة تالتة، تمام. المشكلة في الصفقة حاليًا هو إن الفريق كان جايبه ب4.000.000€، تمام. فأنت عشان تشتريه هتدفع 4.000.000€ غير الراتب بتاعه، هتوصل لحسبة 5.000.000€،